الكاميرون من قبل الفيفا، ويوم 18 قام وفد كبير المستوى من الكاميرون بزياره الفيفا، وتم رفع الحظر عن الكاميرون يوم 22. يعني قصه الكاميرون مع الفيفا كلها استمرت 18 يوم، من يوم 4 ليوم 22. وبالتالي شاركت الكاميرون جميع الاستحقاقات، يعني كاس افريقيا المحليين لعبت مع الجابون مباراه وفازت 1-0 بضربه جزاء، حطوا علامه استفهام عن ضربه جزاء، لان الكاميرون حتى مبارياتها مع التوغو ومع الكونغو الديمقراطيه في مجموعتنا اهدافهم كانت عن طريق ضربات جزاء، والان مع الجابون في مباراه كاس المحليين ضربه جزاء بهدف مقابل 0. يعني الآن سيكون كم الفارق ما بيننا وبين الكاميرون؟ نقطتين هيكون الفارق الان. لا، نقطه واحده. الكاميرون 10 نقاط وليبيا 9 نقاط. ليبيا تحتاج الى الفوز. تحتاج الى الفوز، لا شيء غير الفوز في مباراه يومندي. فقرار الاتحاد الليبي طبعا نتاع ايقاف اللاعبين كنت اتمنى يكون حل المشكله بشيء اسرع من هيك، لان منتخب يعني من يوم 29 يونيو الماضي اكثر من شهر بعد مباراه بوركينا فاسو في مصرات لم يقوم باي مباراه، لم يقوم باي حصه تدريبيه، حتى القائمه المعلنه للمنتخب كانت خلال اليومين الماضيين. طيب حسين، دور الاتحاد الليبي لكرة القدم في قضية الكاميرون هل تراه هو كان دور إيجابي أم أنه دور سلبي؟ والله في الحقيقة أنا أرى دور سلبي، رغم أن ليبيا مش طرف في موضوع طعن الكاميرون بالتوغو، لكن هو طرف متضرر أكثر من التوغو. قرار الفيفا كان عقوبة مالية للتوغو ب6000 فرنك سويسري، بالإضافة خصم 3 نقاط ومنح 3 نقاط لمنتخب الكاميرون اللي خلاها هي تكون في صدارة المجموعة. يعني بدل ما نكون ليبيا بالصدارة بالعرق وباللعب في الملعب، أصبحت الكاميرون صدارة قوانين وطعون